لو في حاجة وحيدة بس أنا مش حابب نفسي وأنا بعملها هتكون هي إني بستخدم التليفون كتير كتير قوي. وزي ما ده ممكن يكون ليه جوانب حلوة زي إني بفتح التليفون بستمتع بالمحتوى اللي بيتعرض قدامي، ولكن برضه هو ليه جوانب مش حلوة زي إن أنت بتقعد عليه كتير قوي، فبالتالي أنت مش بتشتغل كتير وبتضيع وقت. كمان مثلا في الأوقات اللي ببقى قاعد فيها مع أسرتي في البيت، في الأوقات اللي ببقى قاعد فيها ده بسبب إن أنا بقعد قليل، ففي الأوقات دي أنا برضه ببقى ماسك التليفون وبفضل أقلب وبشوف المحتوى اللي بيتعرض قدامي، وده أكيد مش كويس بسبب إن أنا تقريبا مش بتفاعل مع حد خلال يومي. بصراحة الموبايل أصبح حاجة سلبية جدا في حياتي أنا كمحمد، وغالبا في حياتك أنت كمان، وده بيرجع لسبب واحد تقريبا وهو طريقة استخدامنا للتليفون. ومن هنا بدأت أفكر في إن أستخدم التليفون بالشكل اللي أنا أستفيد بيه، مش العكس، أو مش إن هو يضيع مثلا وقتي وما يخلينيش أشتغل كتير أو يعطلني عن عمل الفيديوهات، أو حتى كمان إن يخليني مش بتكلم مع ناس كتير، زي إن لما أقعد مع أسرتي أفضل ماسكه، أو حتى وأنا قاعد مع صحابي ما بقاش بتكلم معاهم وببقى ماسكه. ومن النقطة دي بالذات أنت لو جيت بحثت عن إزاي تقدر تخلي استخدامك للتليفون استخدام إيجابي وما فيهوش أي سلبية، هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتقولك ازاي تقدر تستخدم الموبايل بايجابيه وان انت تقدر تستخدمه كاداه انتاجيه. وللاسف كل الانظمه دي هي فاشله معايا انا، وهقول لكم السبب اللي مخلي الانظمه دي فاشله بالنسبه لي انا كمحمد، وهي انها انظمه معقده. يعني انت المفروض بني ادم بتتحمل المرونه، المواعيد بتتغير، الحاجات بتتاجل. يعني في فيديو انا المفروض انزله كمان ساعه بدري عن دلوقتي، في فيديو الاسبوع الجاي المفروض هينزل كمان يومين مش الاسبوع الجاي زي ما كان متخطط له. فانا كبني ادم وانتوا كلكم طبعا كبني ادمين، يعني حياتكم ما هياش ماشيه على نظام واحد بس، فاكيد في نوع من المرونه، وده اللي مش بتحققه الانظمه دي. الانظمه دي هي انظمه ماشيه على يعني حاجات ثابته جدا، اي حاجه بتقع فبتوقع باقي الحاجات اللي بعدها. وطبعا زي ما قلت ده مش الصح في حياتك ولا حياتي انا، فالانظمه دي من الاخر هي اسوأ انظمه انا ممكن امشي عليها. ومن النقطه دي انا قررت اني هجيب موبايلي وهعمل فيه 3 حاجات بسيطه جدا، والثلاث حاجات دول هم اللي هيغيروا استخدامي للتليفون وهيخلوني ابعد عنه بشكل كبير واستخدمه في الشكل اللي يفيدني، وكمان برضو اخلص شغلي اللي انا عايزه. فتعالوا اقول لكم ايه هي الحاجات اللي انا عملتها في تليفوني. يلا بينا. اول حاجه كان لازم اعملها وهي اني احط وقت معين لاستخدام التطبيقات، فمسكت تليفوني عادي جدا وحطيت ليميت او حطيت وقت معين لاستخدام كل تطبيق من التطبيقات، خصوصا فيسبوك وكده. والحاجه الوحيده اللي انا استثنيتها من الموضوع وهي انستجرام واتساب، بسبب ان واتساب هو اللي بتواصل بيه مع صحابي لو في حاجه مهمه او كده، ومش بفتحه كتير كمان. وتاني حاجه وهي انستجرام، وده بسبب اني بتواصل مع حضراتكم في اوقات ممكن اكون بتكلم مع حد، فمش هحب ان انا التطبيق يطلع مره واحده او ان هو الوقت بتاعي يخلص، فالتطبيقين اللي معمول لهم استثناء هم واتساب وانستجرام. ومن هنا بدات الاحظ ان انا بقى عندي وقت زياده في يومي. يعني انا في الاول كان عندي 24 ساعه، دلوقتي عندي نفس ال 24 ساعه، ولكن بقى في وقت زياده في يومي بسبب ان انا ما بقتش استخدم التطبيقات دي بشكل كبير، فبالتالي ممكن استخدم الوقت ده في ان انا انجز شغل زياده مثلا، فبالتالي اعمل فيديوهات اكتر في الاسبوع مثلا. ده طبعا بدل الوقت اللي انا كنت بضيعه في استخدام التليفون. زي ما قلت انا شخص مش بعرف ابقى منظم زي الاله، وده بسبب ان حياتي فيها تغيرات كتير بتحصل بتبقى خارجه عن ارادتي، فكان لازم اعمل نظام انتاجيه بسيط قوي قوي، يعني هو ابسط شيء ممكن انت تتخيله، وده بس علشان يواكب التغيرات اللي بتحصل في حياتي. لان زي ما قلت انا حياتي فيها مواعيد بتتقدم ومواعيد بتتاخر، وحاجات بتبقى امبارح بتبقى النهارده، وحاجات النهارده بتبقى امبارح، وهكذا يعني. فانا بس عايز حاجه بحيث ان انا اتابع وقتي، اشوف وقتي ده بيروح فين، واقدر انظم الحاجات اللي عليا على حسب وقتي في اليوم، وبس كده، مش اي حاجه تاني، واكون عارف بس ايه هي الحاجات اللي انا هعملها كل يوم، بس كده. فمن الحاجات برضو اللي انا عملتها على موبايلي وهي ان انا مسحت كل تطبيقات الانتاجيه، كل التطبيقات اللي انا كنت حملتها قبل كده، وحملت تطبيقين 2 بس. اول تطبيق وهو اوتلوك من مايكروسوفت، وتاني تطبيق وهو تو دو برضو من مايكروسوفت. وبالمناسبه ده مش اعلان لمايكروسوفت، ولكن مايكروسوفت بصراحه انا يعني بصيت على المنتجات بتاعتهم وهي افضل منتجات معموله علشان بس تأدي الغرض اللي انت عايزه مش اكتر يعني. وده اللي انا محتاجه، ده اللي انا عايزه، عايز بس اعمل الحاجات اللي انا عايز اعملها، ما يبقاش في اختيارات كتير قوي وانا اتسحل فيها وهي حاجات انا مش هعملها بعد كده. بستخدم تطبيق تو دو في ان اكتب الحاجات اللي انا مطلوب مني ان اعملها خلال الاسبوع ده او خلال اليوم ده، وبستخدم تطبيق اوتلوك في ان انا انظم وقتي على تقويم ميلادي، بحيث ان انا كل يوم يعدي عليا ابقى عارف انا من الساعه كام للساعه كام هكون بعمل ايه بالظبط، وتصنيف الحاجه اللي انا بعملها دي هل هي حاجه عائليه ولا مع صحابي ولا تبع شغلي. وده بيترتب عليه ان انت بيبقى عندك اولويات، لو شغلك النهارده هو الاولويه الاولى فانت شغلك هو الاولويه وباقي الحاجات ممكن تتاجل. لو عيلتك او صحابك هم الاولويه الاولى فانت بتبقى عيلتك او صحابك النهارده هم اهم اولويه وباقي الحاجات بتتاجل. ودي من اكتر الحاجات اللي بتفيدني في التقويم الميلادي، وان انا اكتب المهام بتاعتي عليه، بحيث ان انا ابقى عارف ايه هي الحاجات اللي هتبقى متوزعه خلال يومي، او ايه هي الحاجات اللي هتتوزع على يومي، واولويه الحاجات دي بالنسبه لي النهارده هي عامله ازاي، بحيث بس ان انا ابقى عارف مواعيدي رايحه فين وجايه منين بس. ومن هنا لو حصل اي تغير في ميعاد خارج ارادتي بيبقى عادي جدا ان انا افتح التليفون اغير الميعاد، لو عندي ميعاد اتقدم ميعاد اتاخر، فبيبقى عادي جدا بالنسبه لي ان انا
اعمل حاجه زي كده، مش زي النظام الاولاني اللي انا لو كنت بس ما عملتش حاجه معينه كان باقي اليوم بيتبهدل خالص بسبب ان هو يوم مبني على بعضه، فما كنتش بعرف اعمل كده. ولكن دلوقتي مع النظام ده انا اي حاجه في يومي بتتغير بقدر اغيرها عادي جدا، وبرضه بنجزها في اخر اليوم وباقي اليوم بيكمل عادي، ما بيبقاش فيه اي مشكله. ممكن تقول ليه مش بتستخدم نوشن في الحاجات اللي زي كده، رغم ان انا قبل كده اتكلمت عن نوشن، ولكن نوشن للاسف هو بطيء جدا على الموبايل، وعلشان تفتح تكتب مهمه او علشان تفتح تشوف عندك مواعيد انت بتاخد مراحل، يعني التطبيق بيفضل يحمل كتير على الموبايل. وغير كده برضه على الكمبيوتر انت بتحتاج تدخل لكذا نافذه، بتدخل على التاسكات بتاعتك وبتشوف ايه هي الحاجات اللي انت هتعملها. فهو تطبيق يعني كويس بتقدر تعمل من خلاله حاجه زي كده، ولكن انا بستخدمه بس في حته البروجكتس، زي ان انا انظم فيديوهات اليوتيوب مثلا. بعمل كورس دلوقتي اونلاين فبرضه منظم الكورس بتاعي على نوشن. ولكن في الحاجات اللي زي كده الحاجات اليوميه فنوشن للاسف مش كويس خالص. من الحاجات السيئه ان انت تستخدمه في حاجه بسيطه زي كده، لانه زي ما قلت بياخد وقت. بعد ما عملت وقت معين لاستخدام التطبيقات اللي كانت بتاخد وقت كتير من يومي، وبعد ما عملت نظام انتاجيه لنفسي بسيط بس بحيث ان هو يلبي الحاجات اللي انا عايزه فيها مش اكتر، فهنا ممكن تكون في حاجه بسيطه قوي تبهدل كل اللي انت عملته، وهي ان وارد جدا انت برضو ترجع تستخدم تطبيقات السوشيال ميديا حتى لو في ليميت في اليوم، بس انت برضو ترجع تستخدم التطبيقات دي. وعادي جدا ما افتحش التطبيقات اللي انا محملها علشان انظم يومي، وانا كنت عارف ان انا هقع في حاجه زي كده، فعلشان كده كنت عايز حاجه بس تخليني اخفي التطبيقات اللي انا مش عايز استخدمها، واخلي التطبيقات اللي انا بس عايز استخدمها اللي هي في الحاله دي التطبيقين اللي انا قلت عليهم تو دو واوتلوك. فدخلت على جوجل بلاي وحملت تطبيق اسمه برودكتيفيتي لانشر، وهو بالشكل اللي انت شايفه زي ده دلوقتي، هو بس ما فيهوش غير صفحتين، الصفحه اللي فيها التطبيقات بس اللي انا بستخدمها الساعه من فوق، والتطبيقات اللي انا بستخدمها تو دو واوتلوك ونوشن. نوشن هنا سايبه علشان فيديوهات اليوتيوب بس لما بفتحها، وتحت ايقونه الاتصال لو هرن على حد، والصفحه الثانيه فيها كل التطبيقات بتاعتي. والتطبيقات هنا موجوده من غير ايقونات بحيث ان انا ما انجذبش للايقونه مثلا بتاعه الفيسبوك او ايقونه الانستجرام او مثلا ايقونه تويتر بما اني بستخدمه برضو كتير، فمفيش اي ايقونات، لسته بس فيها كلام. وده بس علشان انا لو عايز حاجه ابحث عنها من فوق وافتحها مش هنجذب لايقونه معينه من الايقونات اللي احنا اتكلمنا عنها. التطبيق ده هو غير اللعبه بالنسبه لي، لان هو ده الحاجه الوحيده او هو الحاجه اللي هتربط ما بين الاثنين، تخليني استخدم الحاجه اللي انا عايزها اللي هو تو دو واوتلوك ونوشن، وما استخدمش الحاجات اللي انا حاطط لها ليميت خالص. يعني هو مش حتى هخلص الليميت بتاعي، انا مش هستخدم التطبيقات دي الا لما اكون عايزها في حاجه، ولو عايز حاجه معينه فبدخل على الليسته بتاعتي بعمل اللي انا عايزه وبقفل التطبيق تاني. فمن الاخر بفتح تليفوني بشوف المواعيد اللي عندي عامله ازاي، بفتح مثلا تو دو او بفتح اوتلوك بشوف المواعيد بتاعتي، ومن هنا بس انا بشوف المواعيد بتاعتي والتاسكات بتاعتي. وحاجه زي دلوقتي زي ان انا بصور فيديو فبفتح نوشن بس بقرا السكريبت، او لو في حاجه بس محتاج انظمها ضروري من بره البيت فبفتح نوشن من هنا. قبل ما اقفل الفيديو عايز اقول حاجه مهمه جدا، وهي ان الاهم من كل اللي انا قلته ده وهو ان انت تكون بتعمل حاجه فعلا في يومك مفيده. يعني لو انت يومك فاضي فما فيش اي نظام انت هتمشي عليه في العالم، حتى الفيديو ده مش هيكون نظام بالنسبه لك ان هو يخليك تعمل الحاجه اللي انت عايزها، لان ما فيش حاجه انت عايزها. فلازم يكون عندك حاجه انت بتعملها في يومك، زي ان انت بتشتغل، زي ان انت مثلا بتقرا كتب، انت بتعمل حاجه في يومك. فبالتالي انت هتضطر هنا تبعد عن التليفون او هتعمل نظام لنفسك، والنظام ده هيكون ناجح جدا بالنسبه لك لان انت هتبعد عن التليفون وهتلاقي حاجه تانية تعملها. ولكن لو انت بتفكر ان انت تمشي على النظام اللي انا قلت عليه في الفيديو وانت مش بتعمل حاجه في يومك، فهتفضل قاعد زهقان، فالنظام هيفشل بكل بساطه. فممكن تعمل حاجه كويسه وهي ان انت تشتري كتب. انا اشتريت كتب وبقرا فيها برضو مع الشغل. انت لو مش عندك شغل حاجه بتعملها يعني، ومن هنا انت هتبدا تبعد فعلا عن التطبيقات اللي بتاذيك، حتى لو انت مش حاسس انها بتاذيك ولكن هي بتضيع من وقتك شويتين كويسين يعني. فبس كده، دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده، ودي نصيحه حبيت اقول عليها قبل ما اقفل الفيديو. فاخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك لان ده بيساعد كتير، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. انا اسمي محمد عادل، ولو عايز تتواصل معايا بشكل شخصي فهسيب لكم الانستجرام تحت الفيديو او هيظهر في اي ناحيه من النواحي دي. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.